طبعا في ناس دلوقتي فقدت التركيز، وفي ناس كمان دلوقتي دخلت في مرحله الزهق والارهاق وخلاص مش فارقه معاها. بس في فئه بقى من الطلاب اللي موجودين في الثانويه العامه فاهمين كويس جدا ان اللي بيكسب مش اللي جرى بسرعه من الاول، اللي بيكسب بجد هو ده اللي ركز في اخر لفه. فانا عايزك تعرف ان انت مش متاخر، انت دلوقتي في الوقت المثالي اللي المفروض تعمل فيه نقطه حقيقيه في مستواك. فانا عايزك الفتره دي قبل ما تمسك الكتاب امسك نفسك الاول، لان بجد الخوف ممكن ياثر عليك في المذاكره الفتره دي. هو الخوف طبيعي جدا، ممكن يجي لاي حد عادي في اي وقت. بص، هو الخوف نوعين، في خوف يشلك وفي خوف يحركك، فانت لازم تختار نوع الخوف اللي يخليك تتحرك. اللي هو ايه؟ انا بنذاكر وبنعمل كل اللي عليا وكل حاجه ماشيه تمام بس انا خايف. فده خوف طبيعي، انت بتذاكر وبتعمل اللي عليك بس خايف من الدرجه النهائيه اخر السنه، عادي جدا. لكن لو انت مش بتفتح الكتاب وخايف، انت طبيعي هتسقط، ده خوف يشلك. لكن لو انت بتذاكر وبتعمل كل اللي عليك وبتستغل وقتك صح وخايف، فالخوف ده عادي، ده خوف طبيعي، ده ممكن يحركك لقدام. طيب انا بقى مش جاي اقول لك في الفيديو ده ان انت لازم تذاكر 10 ساعات في اليوم او 12 ساعه في اليوم. انا جاي اقول لك ذاكر بوعي، ذاكر بذكاء، لازم تذاكر وانت مخك صاحي، ذاكر علشان تفهم مش تحفظ. ونصيحه مني، انت لما تيجي تذاكر امسك الدرس وابدا بالاساس، شوف الدرس بيتكلم عن ايه اصلا، وبعد كده شوف اهم النقط اللي بيتسال عليها، اللي ممكن يتسال عليها. وخليك دايما وانت بتذاكر بتسال نفسك، هو انا لو بنحط الامتحان ممكن اسال عن الجزئيه اللي انا شايفها قدامي دي ازاي؟ ممكن اركب لها سؤال عامل ازاي؟ ممكن اخلي المعلومه دي في امتحان الثانويه العامه شكلها عامل ازاي؟ وهو ده المهم في المذاكره الفتره دي. وبرضو اهم حاجه الفتره دي، اهم حاجه ما تسمحش فيديوهات كتير لماده واحده، كفايه مصدر او اتنين بس. وعايز مني برضو الفتره دي المراجعه اهم من المذاكره مليون مره، لان اغلب الناس بتضيع وقتها ان هي تذاكر الجديد والقديم بتنساه. بس بجد العبقري الفتره دي هو اللي بيجمع المعلومات، بيقعد يجمع معلومات كتير، بيرجع بقى يمسك كل معلومه فاتت ويغلفها بنفسه حوالين دماغه، بيعمل لنفسه نوتس لكل ماده، وبيذاكر بالخرائط الذهنيه والصور. فالشخص الكويس الفتره دي هو ده الشخص اللي بيخلي المراجعه تفاعليه. طيب نيجي بقى لحته ازاي تقفل اي ماده في امتحانات الثانويه العامه. عايز مني هي حاجه واحده بس هتعملها، هتقفل كل الامتحانات. نظام جديد بقى نظام قديم ماليش دعوه بكل ده، هتقفل الماده، يعني هتقفل الماده. حاجه واحده بس اللي هي الحل. والله 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 الامتحانات هي المفتاح الحقيقي، هي اللي بتخلي ده يجيب 96% و97% و98% و99% عادي جدا. كل سنه في اوائل الجمهوريه بيطلعوا، فالموضوع بقى عادي مش مستحيل. فانا بشوف بعيني كل سنه طلاب بتقفل المواد، وبشوف بعيني برضو طلاب بيخشوا الامتحان وهم مذاكرين كويس، بس اول ما يمسكوا الورقه بيكونوا تايهين، ما بيعرفوش يحلوا. عارف ليه؟ علشان هم ما عودوش نفسهم على الحل، ما حلوش كتير قبل ما يخشوا الامتحان، وده اللي ضيعهم. فانت لازم الفتره دي تحل امتحانات كامله، تحل كتير جدا، كل حاجه تحلها. لازم تحل الفتره دي كانك في امتحانات الثانويه العامه بالظبط، تحت نفس الضغط. وبعد ما تخلص حل، طلع الغلطات بتاعتك كلها، حلل الغلطات، اعرف الغلط ده غلط ليه، وخد الفكره بتاعته واكتبه في النوتس بتاعتك. ودي هتبقى اشاره من ربنا انه يفهمك فيها ان في حاجه ناقصاك، علشان تعيد عليها تاني وتركز عليها تاني وتظبطها تاني وتخش الامتحان تجيبها باذن الله. فانا عايزك تخلي عندك دفتر كده سميه دفتر الغلطات، واقعد حط فيه الغلطات بتاعتك كلها بالافكار بتاعتها، وراجع منه كل يوم، علشان اكيد هيجيلك منه افكار اخر السنه. طيب نيجي بقى لروتين اليوم. بص، الفتره دي اليوم بتاعك مش لازم تمشي بروتين قاتل، بس لازم الروتين بتاعك يكون فيه شكل كويس. تصحى بدري، تصلي، تاكل كويس، تذاكر وانت مركز، هكذا. وسط المذاكره اعمل بريك حقيقي، تقوم تمشي فيه شويه مثلا او تحرك جسمك، بس ما تفتحش فيه السوشيال ميديا علشان هتسحلك، هتاخدك من المذاكره، مش هترجعك تاني، يبقى اليوم ضاع منك كده. فانا عايزك برضو وسط المذاكره تخلي وقت لنفسك، بس ما تزودهاش. ولازم تخلي عندك هدف واضح، انا بذاكر عشان اوصل، مش بذاكر عشان اهرب من الذنب. والله 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 كمان مره انا عارف ان انت تعبان، بس صدقني التعب ده ليه طعم تاني لما يتحول لفرحه، لان تعبك مش هيروح، ربنا شايفك وشايف تعبك في المذاكره، واكيد هيعوضك عنه خير. وبكده بقى نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده. دوس لايك للفيديو واشترك في القناه واقفل التليفون دلوقتي وروح ذاكر. سلام.